السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ وياكم بحلقة جديدة من برنامج لمسة فوتوغراف. اليوم راح نتناول موضوع جديد بعالم التصوير وبعالم تصوير الصالات، بس شوية يراد له تركيز أو تعب. اللي نحتاجه بالصالة باك جراوند اللي تشوفونه خلفي، أهم شيء تكون لون سادة بحيث أنه صورة على صورة ما راح تختلف. اسود يفضل من الالوان داكنه، الاسود، النيلي، اي لون داكن، يعني مو الوان فاتحه حتى ما يصير عندك مشكله بالجسم. الاضاءه اللي راح نستعملها اضاءه سبوت لايت وامبريلا. هاي الامبريلا راح تطلع عندك تكون امبريلا لون ابيض على مود تشتيت الاضاءه وتصير اضاءه ناعمه. وهنا سبوت لايت تصير اناره قويه او اناره حاده على الشخص تفيد على الجهه الثانيه من الشخص. طريقه التصوير راح تكون بالصاله. تعتمد على شغلتين. الشغله الاولى قوه الاضاءه وميزانها، حسب انه انت تشوف الكاميرا ايش قد تتحكم بفتحه العدسه. الشطر راح يكون 30 ثانيه. والشغله المستعمله بالاضاءه هي تنقر الفلاش، مو الشتر اللي راح يلقط الصوره. انه احنا معتادين على التقاط الصوره انه ضبط سرعه الشتر على سرعه الفلاش. طريقتنا اليوم هي دمج صورتين بصوره واحده من خلال الكاميرا بدون اللجوء للفوتوشوب، ويكون بها اضاءه واناره جميله وتفاعل حلو بالصوره. نروح للطريقه ونشوفكم شلون راح نشتغل. السلام عليكم. نبدأ وياكم الدرس. مثل ما تشوفون هنا مخلين سبوت لايت وهنا الامبريلا والشخص موقفينه، وهاي الكاميرا قدامنا على ستاند، مثبتينها على ستاند. اول ما نجي نرتب فوكس الكاميرا، نشغل الكاميرا، نشوف نجي على العدسة ونخليها على الاوتو، ونحول وضع التصوير على الاوتو على مود تحفظ اعداداتنا. ناخذ لقطة للشخص، اخذنا لقطة للشخص، فوكس على الصورة كملنا. هسه نرجعها على الام لانه داخل الغرفة الظلمة راح تكون انارة ماكو، نخليها على الام وننزل الفلاش ونخليها بدون حساس. نرجع وضع الكاميرا على المنور. على الام نتنكد نحلها، خلنا نغير الاعداد العفو. نتأكد من اعداد على الام عفو. هاي اعدادات الكاميرا. نحولها الى 20 حتى تكون عندنا حرية بالحركة. 20 الايزو 100 على صيغة الراوند صور حتى على مود نقدر نشتغل بها باللايت روم. شوف شلون طريقتها. راح ناخذ لقطة. هسه انطينا ايعاز، هسه الشطر انفتح. شلون ناخذ اللقطة؟ بالامبريلا، ننقر الامبريلا، ناخذ اللقطة، تحرك وسام لهاي الجهة، تحرك اللقطة الثانية، اجي هم اخذ اللقطة. الشطر مفتوح هسه عندنا، ما نغلق الشطر، ننتظر عنا. هسه انغلق الشطر، ننتظر على ما تنفتح الكاميرا. راح نشوف على ما ينطفي اللايت هذا وتشتعل الصورة، راح نشوف النتيجة مالتها. هسه نغلق الإنارة ونشتغل على الشغل اللي نريده. أخذنا اللقطة. هسه هاي أول لقطة بالأمبريلا، راح تحول الشخص على الجهة الثانية على الاتجاه الثاني. هاي اللقطة الثانية
هسه ننتظر اللايت تشتغل بالكاميرا يخزن صورة. هسه نفتح الإنارة، ما عندنا شي بعد، ننتظر النتيجة النهائية للصورة. وهاي النتيجة النهائية، وراح نعطيكم النتيجة النهائية بعد المعالجة باللايت روم. نلتقيكم بعد الفاصل النتيجة النهائية.